السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في قناة يسرا أم رهزان. اليوم إن شاء الله جيت لكم بوصفة جديدة وحلوة جديدة إن شاء الله شاركتها معكم ضمن سلسلة حلويات العيد، العيد الصغير. فبغيت نشارك معكم هاد الحلوة هذه، كتجي فنة وبنينة. حلوة هي قديمة بزاف ولكن كتجي رائعة ولذيذة بزاف، وخصوصا هكا الناس اللي يعني دابا ما بقى والو العيد ان شاء الله بعد غدا، يعني ما بقاش بزاف. فيعني اللي مازال ما وجدت لا حلوة لا حتى شي حاجة، هذه راها ساهلة وبسيطة ودغيا كتوجد، واهم حاجة اقتصادية وبنينة. فاول حاجة بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 125 غرام ديال الزبدة. انا درت غير النص ديال هاد الطاسة هادي، تقدروا ديروا اي زبدة عندكم، وتقدروا يعني تطوبلوا المقادير اللي بغيتو. فانا درت غير النص هنا 125 غرام. درت معاها نص كاس ديال السكر، نص كاس ناقص معلقه صغيره، يعني نص كاس نقصت من واحد المعلقه صغيره، لانها اصلا هاد الحلوه هادي كتفند في السكر كلاصي، فما كنبغيوش يعني نكثروا فيها السكر. صافي درت فيها نص كاس ديال الزيت، 3 ديال الفرماجات. غادي ندير فيها ايضا كاوكاو، هنا عندي محمر ومطحون في الهاشوار مزيان، وعندي هنايا الكركاع حتى هو مطحون، وعندي 3 ديال الفرماجات ونص خماره حمراء. فاول حاجه هنا كنهزو الزبده كنديروها في العجانة ديالنا، اولا تقدروا يعني تعجنوها في العجانة، تقدروا ديروها في الكسعة بحال هكا كيف ما غادي نخدمها انا. صافي وغادي نزيدو عليها بطبيعة الحال السكر، غادي نزيدو ايضا داك 3 ديال الفرماجات والزيت حتى هو. وهنا درت واحد القبيصة ديال البلحة، غير باش نعدلو الذوق ديالنا، يعني باش تجينا الحلوة هي هذيك في الذوق ديالها، غير قريصة صغيرة. صافي وغادي نحاولوا ندمجوا كل شيء مع بعضياتو، الزبده الفرماج والسكر والزيت. فانا تنبقى نخلط فيها مزيان حتى يذوبوا داك الحبيبات ديال الزبده. الزبده دائما تكون بحراره الغرفه باش ما تعذبكمش في الخدمه. صافي من بعد غادي نزيدو عليها كاوكاو، صافي ونزيدو كذلك الكركاع. هنا تقدروا ديروا اللوز، تقدروا ديروا الزبيب، اللي بغيتو ديروه يعني كتضيفوه في هاد الحلوه هذه. تقدروا ديروا غير كاوكاو بوحدو حتى هو كيجي زوين. صافي وكنضيفوا الدقيق ونضيفوا نص خماره ديال الحلوه. صافي ومن بعد غادي نعجنوا هكا العجينه، كنتحصلوا على العجينه بحال هكا تكون رطبه. صافي من بعد غادي ناخذ واحد الصينيه كتدخل الفرن، غادي ندير فيها بابي كويسون اولا ورق الطبخ، وغادي نحطها حدايا بحال هكا، وغادي نبداو نشكلوا العجينه ديالنا كيف كتشوفوا. غادي نشكلها ككويرات بهاد الطريقه هذه، وغادي نبداو نستفو هكا في اللاطه ديال الفرن. فهنا الا كان عندكم الميزان احسن يجيوكم يعني الكويرات قد الا ما كانش عينكم ميزانكم يعني نتوما غادي تشوفوا. المهم يعني ما يجيوش كبار بزاف ما يجيوش صغار، لانهم مازال غادي يتنفخوا لكم في الفران. صافي انا من بعد ما شكلت الحلوه كلها غادي ناخذ واحد الطابع بحال هذا الشكل هذا. صافي وغادي نبقى نضغط عليها بهذه الطريقه هذه، يعني الا بغيتو تبقاو تضغطوا عليها ونحاولوا هكا يعني نقيسوها شويه هكا من الجناب باش تخرج لينا الشكل ديالها بهذه الطريقه هذه كتخرج. وهذه الطريقه الثانيه اللي بغيت نوريها لكم تجي حتى هي سهله، وانا جاتني هذه الطريقه هذه الثانيه يعني اسهل، عمليه احسن، والنيت يعني كيجي بها القرص مقاد اولا يعني الحلوه كتجي يعني دائريه مقاده. فالجهه يعني اللي كتكون طالعه فيها العجينه بزاف كتردوها للجهه اللي ما فيهاش المرشم. صافي بهذه الطريقه هذه حتى كنساليو وكنحولوها كنحيدوها من الجنيبات حتى تخرج لينا هكا العجينه بهذه الطريقه هكا. صافي هنا هكا كنبقى كنصاوبو الحلوه ديالنا كنطبعوها بالمرشم حتى كنساليو الكونتيتي اللي عندنا ديال العجينه كلها.
لهاد الكمية هادي خرجت ليا 40 حبة بالحساب. فهنا من بعد ما ساليت الحلوى كلها بالمرشم، غادي نسخّن الفران هكا يكون سخون، وغادي ندير له هكا حرارة يعني معتدلة ماشي مهيلة بزاف، وماشي عاوتاني يعني درجة حرارة عالية بزاف، يعني متوسطة. وغادي ندخلها هكا للفران العافية تكون متحتها لمدة تقريبا واحد ربع ساعة، وغادي نشوفو هاديك الساعة حتى تحمر لينا بهاد الشكل هكا. فمباشرة هنا ملي كنجبدوها كنديرو ليها السكر كلاصي، كنفندها مزيان في السكر كلاصي. فأنا كيف قلت لكم ديجا الحلوى شوية كتنفخ، يعني ما كتبقاش على لا فورم ديالها، غير شوية كتنفخ ماشي بزاف، لأن غير نص خمارة حمراء وما فيهاش البيض نيت يعني هاد الحلوى هادي. صافي هنا حاولوا ما أمكن أنكم تفندوها مزيان في السكر كلاصي، كلما يعني فندتوها وعاودتو راه كيلصق عليه هداك السكر مزيان. واخا يعني ما يكونش سكر سبيسيال، ولا كان سكر سبيسيال أحسن يجي بها زوين. فهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا ديال اليوم كيف لاحظتوا. كتجي صراحة غزالة بزاف وهشيشة وبنينة، كتجي زوينة مع اتاي يعني حلوية ديال حلوة ديال زمان، وكتجي غزالة وفيها داك لوغو ديال الكركاع وديال الكاوكاو، فكيكون يعني واحد المذاق خطير، زوينة بزاف. واخا يعني ما فيهاش مكونات اللي هما بساط، ما يعني واعرة واعرة بزاف، يعني بكاس ديال الكاوكاو تقدروا ديروا هاد الحلوى هادي، ويعني بدون مجهود راه دغيا كتصايب ساهلة ماهلة. المهم نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، نتلاقى معكم ان شاء الله في وصفة جديدة او فيديو جديد. ودائما الا كنتي اول مرة كتزور القناة ديالي ما تنساش تخلي لي واحد ابوني، ولا عجبك الفيديو ديال اليوم خلي لي واحد لايك. السلام عليكم.